آه، آخر تابة هنتكلم فيها في برنامج أساسيات الأكسس هي الإكسترنال داتا. يعني أنا لو عندي بيانات على صفحة إكسل وعايزة أجيبها لبرنامج الأكسس، أو عندي بيانات على الأكسس وعايزة أطلعها لأي صفحة تانية. طبعا مش شرط الإكسل بس، يمكن هو الإكسل لأنه شبه برنامج الأكسس، الكولم والرو اللي هي الفيلد والريكورد. فبيبقى ان انا استورد او اصدر داتا على برنامج الاكسل والاكسس، اكتر اتنين بيبقى في ماتشنج ما بينهم وما بحسش ان الداتا بتاعتي بتبوظ. طبعا ممكن استورد من حاجات من حتت تانية، من حاجات تانية مثلا زي التكست فايل او من برنامج اكسس تاني. بيبقى الدنيا تمام، بس يعني هو افضل اتنين او اكتر حاجتين بيكونوا قريبين من بعض هو الاكسل والاكسس. فبلاقي عندي حاجتين: يا اما الامبورت داتا ان انا استورد داتا، او اكسبورت داتا يعني اصدر داتا. طيب تعالوا بقى نشوف هنتعامل مع ان انا استورد داتا ازاي. يعني الداتا على برنامج الاكسل وعايزه اخليها على برنامج الاكسس. فابتدي هيكون هنا عندي مجموعه الفايلات. انا هستورد قاعده بيانات منين، او هستورد الجدول بتاعي منين، لان هو هنا طبعا هيشتغل على الجداول. فانا هقول له مثلا برنامج اكسل، هيقول لي موجود فين. فهيقول لي هبتدي اقول له موجود في البراوز، وابتدي اكون شايفه البرنامج بتاعي انا حاطه فين، او صفحه الاكسل اللي انا عايزاها موجوده فين. انا هشتغل على السمري 2007 دي، وابتدي اقول له ايه، اوكي. هلاقيه هنا بيبتدي يقول لي انت عايزه انهي شيت، شو شيت او شو نيم رينج. لو انا هشتغل على حاجه برينج معينه، فانا هقول له لا انا هشتغل على الشيتات. فهيقول لي انهي شيت. هو طبعا انا ببقى عارفه في الشيت الاولاني او الشيت التاني او الشيت التالت. حتى لو انا مش عارفه قوي، انا ببتدي لما بقلب كده بيبتدي الداتا بتاعتي تتقلب تظهر معايا تحت. فانا هقول له الشيت الاولاني وابتدي اعمل له نيكست. هيقول لي هنا يا شباب بس هنا هتبقى في مشكلة. هنرجع للإكسل دلوقتي ونشوف هنمسحها نمسحها علشان خاطر تظبط معايا الجداول ازاي. وهو ان الفيرست رو كونتينيو از كولم هيدنج، يعني هو عايز ان يخلي الصف الاولاني هو الهيدنج بتاع العنوان. لو احنا جينا بصينا على، انا هقفل دي بس كده واعمل عكس بتاع عشان تشوفوا برنامج الاكسل اللي انا شغاله عليه اصلا، او صفحه الاكسل اللي شغاله عليها. فاحنا لو جينا شفنا صفحة الاكسل هنلاقي ان السطر الاولاني هنا هو كاتب عنوان وعامل دم. طيب لو انا جيت قلت له نفس الكلام في الاكسل، يعني في الاكسس، هلاقي ان هو هيعتبر لي ان السطر الاولاني ده هو الهيدنج بتاعي وخلاص، وهيبتدي كلمة الديت والايتم واليونت والكوست هتبقى نازلة معايا في الداتا بتاعتي. فانا قبل ما انقل حاجه بالشكل ده انا محتاجه ان انا اظبط برنامج الاكسل. فانا هضطر ان انا امسح هنا السطر الاولاني، اعمل كليك يمين واقول له ديليت. وكده ساعتها هيبقى السطر الاولاني عندي اللي هو الديت والايتم واليونت والكلام ده، علشان لما اجي اعمله هبتدي يكون معايا مظبوط. هبتدي طبعا اعمل له سيف. نرجع بقى نعيد تاني الخطوات. هنلاقي هنا برنامج الاكسل، هقول له البراوز بتاعتي او الداتا بتاعتي موجوده فين. هو جابني على طول. ابتدي اقول له اوكي. بصوا هنا بقى لما جه قال اما اجي هقول له ان الفيرست شيت بتاعي او الفيرست رو هنا اهو. لما قلت له شو الفيرست رو كونتين الهيدنج بتاعتي، فهلاقي ان الديت والريب والايتم واليونت والكلام ده هو بقى الفيرست رو بتاعي. وكده بقى الجدول متطابق واقدر اشتغل بيه عادي. طبعا هبتدي اعمل نيكست هنشوف ايه الحاجات التانية. البروبرتيز بتاعت الفيلد انا ممكن اعملها من هنا، اختارها من هنا واختار شوف الفيلد بتاعي عايز يكون فيه ايه، واذا كان اذا كنت عايزه اعمل اندكس ولا لا.
وممكن ان انا اتجاهلها دلوقتي، وبعد ما يتعمل في برنامج الاكسس كجدول ادخل من الفيو ديزاين واشتغل. يعني as you like، حابب تعملها من هنا ان انت تختار مثلا الديت، تشوف الشورت ديت انت عايزه مثلا شورت تكست، مثلا الايتم لو انا هشتغل على حاجه مثلا في الايتم هتبقى شورت تكست، الكوست بتاعتي هو مختارها كرانسي. يعني لو في حاجة انت محتاج ان انت تعدلها ممكن تعدلها من هنا. وممكن تعمل فهرسة لو انا حابب اعمل فهرسة يس نو او يس دبليكيت او نو دبليكيت، على حسب انا حابة اعمل ايه. طيب انا مش هعدل في البيانات بتاعتي، فهبتدي اعمل له نيكست. هنا هيبتدي يسألني على البرايمري كي، هيقول لي let access a primary key، هتسيب ان الاكسس يختار لك فيلد ويحط لك عليه primary key، فهنلاقيه ان هو عمل كولم سماه اي دي علشان يحط البرايمري كي. وممكن انا اقول له choose my choose my own primary key، انا اللي هختار لك البرايمري كي هيكون موجود فين، وابتدي اختار اي فيلد انا عايزه يكون عليه البرايمري كي. او ان انا اقول له no primary key، انا مش عايزه primary key في الجدول بتاعي، فانا هختار no primary key في الجدول بتاعي وابتدي اعمل next. هيقول لي هنا import table، انت عايز تسميه ايه؟ ممكن تحتفظ بالاسم بتاعه السكول سبلايز، او ان انت تبتدي تغير الاسم بتاعه، فاز يو لايك زي ما انت حابب تغير، او على حسب اللي هيكون مطلوب منك ايه. انا هحتفظ بالاسم وابتدي اعمل له فinish. هنا طبعا ان انا ممكن احفظ الستبس او الخطوات اللي انا مشيت عليها، فاقول له لا كلوز، انا مش عايزاك تحفظها لي. وهلاقي هنا من ضمن الجداول بقى عندي الجدول بتاع السكول سبلايز بتاعي بقى موجود عندي جدول بالشكل ده كانه جدول اكسس خالص. برضه هقدر اتعامل معاه في ان انا اهو لو انا حابه ان انا اتعامل معاه في الديزاين، ادخل بقى لو انا عندي حاجه عايزه اعدلها، حاجه عايزه اجربها، شكل التاريخ يكون عامل ازاي، شكل الحاجات تبقى عامله ازاي. لو في حاجه انا محتاجه اعدلها بتعامل معاها خالص يعني انا عندي تو فيلد زياده هو حاططهم، انا ممكن امسحهم، فانا ممكن اعمل سيلكت عليهم بالشكل ده واقول له ديليت رول ان هو هنا ما فيهاش داتا، فاقول له ديليت واجي هنا هقول له ديليت للرو بتاعتي. مثلا قررت احط برايمري كي وانا بعد ما كنتش حاطه، مثلا ممكن اجي احط برايمري كي على الديت فاجي احط برايمري كي. يعني هقدر اتعامل معاه كانه جدول على الاكسس عادي خالص ما فيهوش اي مشكله، وابتدي اتعامل معاه. ابتدي اسيبه كده مثلا بالتعديلات اللي احنا عملناها، وابتدي ادخل على الداتا شيت. بس ان احنا نلغي البرايمري كي عشان هو مفيش برايمري كي. فادي الداتا شيت. طبعا هو هنا كان حاسب التوتال لحاجات ومش عارف ايه، ممكن امسحها لو انا مش محتاجاها، لو انا عايزاها اسيبها، على حسب اشوف الجدول بتاعي هيكون عامل ازاي. ده لو انا عندي صفحة على برنامج الاكسل وعايزة احطها تبقى جدول في برنامج الاكسس. طيب مثلا انا بشتغل على برنامج الاكسس ومحتاج ان انا اتعامل مع المعادلات اللي موجودة في برنامج الاكسل. بالمناسبة هو برنامج الأكسس فيه كل المعادلات اللي موجودة في برنامج الإكسل، بس ساعات في ناس ما بتحبش إن هي تتعامل مع المعادلات اللي موجودة في الأكسس شوية، فبتبتدي تنقلها، وخصوصا لو أنا عندي حاجة فيها معادلات كتيرة ببتدي يتنقل على برنامج الإكسل، يخلص تعديلاته على برنامج الإكسل ويرجع يرجعه على برنامج الأكسس تاني. طيب لو انا عندي حاجه عايزه انقلها بالشكل ده، او حاجه بس عايزه ارسم لها رسم بعيني، ففي ناس بتعرف تتعامل مع الاكسل اكتر. ساعتها انا هعمل اكسبورت، يعني هصدر البيانات بتاعتي من برنامج الاكسس لاي برنامج تاني. فانا هقول له external data. طبعا ممكن اصدرها على اي برنامج تاني، بس انا برضو بفضل برنامج الاكسل. فانا بس هبتدي مجرد بس اعمل كليكايه على الجدول اللي انا هصدره او الكويري اللي انا هصدره،
اي حاجة من الحاجات دي، وابتدي اقول له على برنامج الاكسل. هيديني برضو دايلوج بوكس، هيقول لي انت عايزه تحطيه فين. هنا هقول البراوز بتاعتي حطهولي وليكن برضو على سطح المكتب. خلينا نتعامل على سطح المكتب. ممكن احتفظ بنفس الاسم وابتدي اقول له ايه سيف، وابتدي ادوس اوكي. هيقول لي برضو انت عايزه تحفظي الخطوات، فاقول له كلوز. لا انا مش عايزه احفظ الخطوات بتاعتي. لو احنا جينا بره كده على سطح المكتب هنلاقي ان الاكسل بتاعي اهو موجود. صفحة الاكسل موجودة، بيبقى شكلها مختلف شوية عن برنامج الاكسل الاصلي، يعني لان ده يعني طالع من برنامج اكسل متصدر على برنامج اكسل. هلاقي ان انا لما باجي افتحها ان هي صفحة اكسل عادية خالص، برضه هقدر ان انا اتعامل معاها. هنلاقي ان هنا هيظهر الجدول بتاعي في صفحة اكسل كأنه صفحة اكسل عادية، هتخضع لكل قوانين الاكسل، هتعامل معاها عادي خالص، واقدر اتعامل مع برنامج الجدول على برنامج الاكسل.